أول شيء أبو حمد، بنسألك أول شيء عن تعليقك. أنت رفضت التعليق، خصوصا تحديدا يوم السبت الماضي رفضت التعليق على قرار الدولي خليل جلال باستبعادك من المباراة في الدقيقة 23 حسب ما أعتقد. أول شيء السبب، هل بدر من سلمان القريني أي ألفاظ يعني مثلا رأى الحكم الدولي خليل جلال أنها يعني مثلا تستوجب إبعادك عن الملعب؟ طيب، هذا أول شيء أحييك على الكلمة، أنك اخترت الكلمة المناسبة أنها إبعاد، لأن الناس تتكلم طرد. طبعا. أي هذا كويس، هذه بحد ذاته. النقطة الثانية اللي خلاني ما أتكلم، لأني بتخذ الإجراءات الصحيحة في التعبير عن موقفي، يعني مي بعملية أنها العاطفة، عشان ما تتدخل العاطفة في موقف أو في رأي الشخص. لذلك محمد السلام، لذلك يعني أنها خذيت الإجراءات السليمة. تكلمت، حاولت أني أتكلم مع الحكم بين الشوطين، ما صار، يعني ما كان عنده الاستعداد. تكلمت مع رئيس لجنة الحكام بعد المباراة وقال ما نطلع على التقارير، أنها ما تجينا، أن نناقش الحاجات في الاجتماع الشهري، الاجتماع اللي مقرر الحكام، ولا اللي خاصة في لا يقول ما نناقشها أبدا. اتضح لي أن لجنة المسابقات والفنية ما اجتمعت، صدر القرار بدون أن يقول هذا إجراء روتيني ويسوى، يعني بطريقتي عرفت الشيء هذا، أنه إجراء روتيني، أن لجنة المسابقات أنها يمر على السكرتير يمشي الأمور كذا، إجراء روتيني. فهذه يعني شوي حزت في الخاطر، يعني لهالدرجة لا لهالدرجة، يعني أن لهالدرجة أن يعني ما لنا يعني قيمة، حتى مجرد أنهم يناقشون قرار خاص فينا مشكلة أنهم حتى ما يناقشون. لذلك هذا اللي دعاني للاستئناف. هل أنت ظلمت؟ أنا طبعا شوف، عملية الظلم والأشياء هذه ما يقدر الواحد، لأن الواحد يجتهد في القرار. أنا بالنسبة لي أرى أن القرار يعني جانبه الصواب، ولذلك يعني لجأت لجنة الاستئناف، لأن أنا توقعت مثلا لجنة الحكام بتناقش التقرير، لذلك تكلمت مع رئيس اللجنة فاتضح لي أنهم ما هم مناقشينه. توقعت أن اللي بيجيها التقرير اللي لجنة المسابقة أنها بتجتمع وتستفسر وذا، لأن من اللي يحدد؟ من اللي يحدد أن هذا اعتراض ولا لا؟ أنا في التلفزيون ما طلع، لو في اعتراض كان يأثر على سير المباراة، على الأقل تطلع له لقطة تلفزيونية. أنا لا، حتى المعلق استغرب أني أنا طلعت. هذه كلها أمور، يعني أنا الآن اضطرني أني أروح للاستئناف. أبو حمد، أنا اللي أعرف طبعا كلنا ثقة في الاستئناف، لأن لجنة الاستئناف يعني واجبها أيوة، لا يعني تشوف فيها أحيانا الجوانب التقصير اللي يكون في عمل اللجان تستدرك. محمد، أنا عرفت يعني شخصيا، أنا عارف أنك ما تبي الشيء هذا، لكن عرفت شخصيا أنا صراحة للأمانة دافع الرسوم اللي أنت من جيبك الخاص. نعم دفعتها، نعم، لأن هذا أنا دافع عن مبدأ. أنا بالنسبة لي مبدأ، يعني ما هي بقضية أنه يوقف الواحد ولا ما يوقف المباراة، هذا مبدأ بالنسبة لي، وعلى أساس بعد أنها تكون وعي للناس، نشر وعي أن هذه، أن في ناس عليهم لهم حقوق وواجبات، وكل الناس يعني هم منزهين، حتى الحكم ممكن يخطئ الحكم. لذلك أنها على أساس ما تكون قرارات الحكم تحكمية، يعني لازم يعرف كل واحد أن أي واحد في الملعب له دور، لازم نؤمن كلنا بهذا، حتى الحكم لازم يؤمن بالشيء هذا، أن المدير الفريق له دور في الملعب. أي فهذه أمور يعني حطيناها في الاعتبار، ولذلك أنا عملية أني ذا على أساس أن ننشر الوعي هذا، أن عملية في حقوق وواجبات على الشخص. أنا بالنسبة لي ما يعني وقفت مباراة أو لم أوقف مباراة طبعا مين مأثرة في شيء، لكن أننا نبغى نعطي انطباع على أساس يتطور العمل، أن فيه إجراءات تتم، يعني عشان نشجع الآخرين حتى على سلك زي الأمور هذا، على أساس يكون عندنا تعاملنا يعني يقوم على الفهم والذا، على أساس نطور عملنا، ما يصير فيها قرارات يعني تسرع أو تحكمية، يعني لا يعتقد مثلا الحكم أنه خلاص ما حد يحاسبه. هذا من الأخطاء. لا، أن طبعا ما حد جاي يقول الحكم وراك إلا إذا صار فيه التظلم. فلذلك هذا اللي خلى لجنة الاستئناف، أنا وضعت الحيثيات حقت أيوة على أساس إن شاء الله ننتظر كلنا ثقة إن شاء الله في لجنة الاستئناف. أبو حمد، مدح الرجال وجهه من ذمه، أنا أعرفك من المنتخبات. لا نعم، والكلمة هذه أنا كنت يفترض أني كنت أنتظر من خاصة لجنة التحكيم ومن الحكام، وهذا أشعر بصراحة كنت أنتظر التكريم منهم، لأن لي 3 سنوات لم
لم يبدر مني لا تصريح ولا احتجاج ولا اعتراض ولا بالعكس، وهذه بشهادة الأستاذ عمر المهنا، أي ملاحظة أسوقها له مباشرة لأن هدفنا الإصلاح. لذلك أنا كنت أنتظر منهم التكريم صراحة، وفعلا أجد التقدير هذا من معظم الحكام صراحة. هل في ترسبات سابقة بينك وبين الخليج؟ ما أدري، يمكن من جهته ما أدري، لكن أنا بالنسبة لي لا ما أدري. لكن في حاجة يعني خلتني في قبل بداية المباراة شو اسمه حصل موقف من الحكم الرابع يعني أثار استغرابي. الأستاذ خالد الصلاوي أثار استغرابي. آخر سؤال أبو حمد عشان ما نطول عليك في اجتماع أثار استغرابي أنه جاء على أساس يشيك على اللاعبين مع مدير الملعب. سألني قال جاي بشيك على اللاعبين، انت عارف ان في التعميم جديد؟ قلت كل شيء طبعا عارف، انا مدير الفريق اكيد عارف كل، وهذا اللاعبين قدامك يعني اذا كانت بتشيك. قال لي لا بس انتم عارفه، قلت له كلنا. ثم فجأة سألني قال وين محمد عيد؟ فهذه انا ثارت استغرابي. طبعا محمد عيد كان في دورة المياه الله يكرمك. فقلت له ليش؟ قال ابغى اشوف القزع حقه. قلت اخي مو بكويس هذا ادبا انك ما تنادي الشخص قدام زملاء. انا قلت لك انا مدير الفريق، انا مسؤول، إذا شفت شيء مخالف للتعليمات من حقك أنك أنا مسؤول، أنا تتكلم مع مسؤول. لكن أمي بكويسة الشخص تجيبه لاعب كبير قدام زملائه، وذا أنا قلت لك أنا أعرف التعليمات، وذا أنا قلت لك أنا مسؤول إذا أنه مخالف للتعليمات. بس هذا شيء أثار استغرابي. ومن يوم بدأت المباراة هو جانا، من يوم راح منها على 3 أو 4 دقائق وهو جاينا، ترى إذا تكلمت كذا، يعني فيها نوع من الاستفزاز، ما أدري إيش اللي دعاه. بالنسبة لحسين عبد الغني هل سيتمر في الاستئناف أم أنهم يعني النادي خلاص؟ طبعا أنا بالنسبة للموضوع الكابتن حسين تكلم الأمير فيه في البارح، ولا يعني ما الموقف اتخاذ يعني يكون عن طريق رئيس النادي. آخر سؤال، آخر نقطة، مباراة الفتح مهمة جدا أبو حامد، لا سيما أنها تأتي بعد تعثر فريق الخسارة من الأهلي ثم التعادل مع الفيصل. يعني نقطة أخيرة، كيف ترى المباراة؟ والله المباراة مهمة طبعا مباراة مهمة، وإن لا زلنا في بداية الموسم، لا زال الفريق الانسجام وجاهزية بعض اللاعبين المصابين واللياقية لا زلنا في بدايته. الآن الفريق لا زال في طور الانسجام، وإن شاء الله أنها تبدأ إن شاء الله مباراة الفتح. شكرا الله يحفظك.